ازيكم؟ طالب طب واهلك صرفوا عليك فلوس كتير جدا في الثانويه العامه عشان توصل للمرحله اللي انت فيها، وكمان عارف ان دراسه الطب بتحتاج تركيز ومذاكره وتنظيم وقت عشان توصل لحاجه كويسه في المستقبل. بس في نفس الوقت عايز تعمل مصدر دخل جانبي تستقل بيه ماديا شويه وتساعد الاهل وتساعد نفسك اثناء الدراسه. هكلمك في الفيديو ده عن اهم 10 طرق تقدر بيهم تعمل مصدر دخل الى جانب دراسه الطب فيما لا يتعارض مع المذاكرة والدراسة تماما. عشان كده تابعوا الفيديو ده للنهاية وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع زمايلكم. اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، طبيب ومحاضر للمواد الطبية، والنهاردة هكلمكم عن اهم 10 طرق تقدروا تعملوا بيها مصدر دخل الى جانب دراسة الطب. كلنا عارفين ان دراسة الطب محتاجة تركيز ومحتاجة مذاكرة وتنظيم للوقت، وده شيء مهم. فالنهارده انا هحاول ان انا اكلمكم عن الاشياء اللي ممكن تعملوها ومش هتتعارض مع المذاكره اللي هتذاكروها في الكليه، مش هتتعارض مع دراستكم الى جانب الطب. طبعا من المهم جدا ان انت في فتره الكليه يكون الى جانب رصيدك الدراسي اللي هو التفوق في الكليه فيه رصيد مادي تعتمد عليه اثناء فتره الدراسه ذات نفسها، او تعتمد عليه في المستقبل، لان احنا عارفين معظم الناس ما بتتخرج بيبقى في حاجات عايزين يعملوها، او حتى اثناء فتره الدراسه ذات نفسها زي معادلات وزي شهادات وزي كورسات. الحاجات دي كلها انت تقدر من خلال شغلك في الكليه توفر المصاريف بتاعتها بعيد عن الاعتماد عن الاهل تماما يعني، او حتى تعمل مصدر دخل يساعدك في الاستمرار بشكل كويس جوه الكليه ذات نفسها يعني. فاول حاجه هتكلم عنها هي الفريلانسنج، وده طبعا مصطلح كبير ومصطلح مشهور، ومش بس طلب الطب، لاي حد اصلا يعني طالب في كليه يقدر يعملها. والفريلانسنج تشمل حاجات كتير جدا تحتها. انا هديك العنوان وهسيب الخيال ليك، او هطلق العنان ليك انت تدور على الحاجات اللي ممكن تعملها في الفريلانسنج، ولكن انا هنوه على كام حاجه مشهوره جدا في الفريلانسنج. يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها في الفريلانسنج هي ان انت تتعلم مهاره معينه وتبدا تستغل المهاره بتاعتك ديت في ان انت تعمل تاسكس لشخص معين او لشركه معينه، زي مثلا الموشن جرافيكس، الفيديو اديتنج، كتابه انتوا عارفين المايكروسوفت باكج كلها. الحاجات ديت كتير جدا في الوقت الحالي من الشركات بتحتاجها. فلو انت اتعلمت المهاره دي، لو انت خدت شويه مجهود في ان انت تتعلم المهاره ديت، صدقني هيكون مصدر دخل كبير جدا ليك. وكلمه فريلانسنج اصلا او فريلانسر هي المعنى بتاعها جاي من فكره ان انت بتشتغل في الوقت اللي انت عايزه، تمام؟ فبالتالي انت هتستغل وقت الفراغ بتاعك في ان انت تاخد تاسكات معينه، او هتستغل وقت الفراغ بتاعك اللي موجود عندك مثلا في الاسبوع ان انت بتاخد تاسكات من شركه معينه وتقول انا خلصها في الاسبوع، وعندك كام ساعه متاحين عندك في الاسبوع هتعمل فيهم التاسكات ديت وتقبض عليهم فلوس. دي حاجه منتشره جدا 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 في الوقت الحالي، واي حد يقدر يعملها ومصدر دخل كويس جدا يعني. طيب ده اول نقطه. تاني نقطه هي شفت ناس كتير جدا من الطلبه، حتى اصدقاء عندي على الفيسبوك، بيدوا دروس، مش هقول كورسات بقى لان كورسات انا لسه هتكلم عنها دلوقتي يعني، بيدوا دروس للثانويه عامه. اي حد اتخرج من ثانويه عامه او اي جي او ايا كان اللي هو يعني المرحله اللي اتخرج منها قبل الكليه، يقدر بكل بساطه يدي فيها كورسات. في ناس كتير جدا ما بتقدرش تاخد الخطوه دي لانها مش شايفه ان هي كفء ان هي تدي كورسات. انا عايز اقول ان اول خطوه من تجهيزك كحد هيدي كورسات انت عديت بيها بالفعل. انت ذاكرت الماده بالفعل في الثانويه العامه وامتحنت فيها وجبت فيها كمان درجه كويسه، فانت اختار ماده من المواد اللي انت كنت بتحبها في الثانويه العامه وامتحنتها وجبت فيها درجه عاليه ودي فيها كورسات. شفت امثله كتير جدا من الطلبه عندي على الفيسبوك، واعرفهم حتى شخصيا بيدوا كورسات وعندهم مجاميع كبيره. انا يعني دي حاجه منتشره جدا. وكمان دايما طالب الثانويه العامه بيثق في الشخص اللي في طب اما ياخد عنده كورس، لان ده يعني هو بالنسبه له ايدل، خلاص ده شخص اصلا امتحن الماده ونجح، وكمان يعني مش بس كده، ده دخل كليه طب، تمام؟ فبالنسبه له هو ده البيك، ده الايدل يعني. طبعا كل نقطه من النقط اللي انا اتكلم عنها النهارده محتاجه فيديو تفصيلي، فانا هديك النقط كده وان شاء الله مستقبلا نتكلم عنها، او عايزك تبحث
في الحتت دي. يبقى تاني نقطه اتكلمنا عنها هي ان انا ادي دروس لطلاب ثانويه عامه. تالت نقطه هتكلم عنها هي انشاء محتوى على منصات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. طبعا ده مشروع مهم جدا ومنتشر جدا في الوقت الحالي وسهل ان انت تقوم بيه. تمام؟ يعني اي حد، احنا بقينا بنشوف قنوات وصفحات على السوشيال ميديا عمرك ما كنت تتخيل ان هي تكون موجودة. تمام؟ يعني اشخاص بيطلعوا على السوشيال ميديا يعني عمر عقلك ما يجيب ان هو ممكن يكون ده حد يقدر يعمل محتوى سوشيال ميديا ويستمر فيه ويبقى مشهور. تمام؟ فده مش تقليل من حد ولا حاجه يعني، بس انا اقصده ايه، ان انت يكون ليك تشانل او يكون ليك قناه على اليوتيوب مثلا، او يكون ليك صفحه على الفيسبوك، بقت سهله جدا. وفكره ان انت تقدم محتوى عليها بقى سهل جدا. الموضوع بس محتاج استمراريه. تمام؟ اي محتوى هتقدمه حرفيا، يعني اي محتوى بيتقدم على السوشيال ميديا للاودينس بتوعه. وده لا يعني ان انا بقول لك قدم محتوى تعبان وخلاص وحطه على السوشيال ميديا، لا، قدم محتوى كويس. انت اصلا طالب في طب، فممكن تقدم محتوى طبي. يعني ممكن تقدم محتوى طبي في المعلومات اللي انت اخذتها في الكليه، مش شرط، مش لازم تعمل دكتوراه في المعلومات دي. يعني دايما قاعده قاتله هي قاعده البرفكشنزم. لو انت انتظرت انت تبقى بيرفكت مش هتبتدي في اي حاجه. تمام؟ فعشان كده ما تنتظرش ان انت كل حاجه تبقى كامله، ابدا. تمام؟ مع الاستمراريه الامور بتتحسن بالوقت. بص على الناس المشهورين جدا على السوشيال ميديا، بص على اول فيديوهاتهم وبص على المكان اللي هم واقفين فيه في الوقت الحالي، هتفهم ان الموضوع سلم ومتدرج. وطبعا لا اخفيكم سرا ان السوشيال ميديا مصدر دخل كويس لو انت قدرت تستغلها بشكل كويس وقدرت تستمر فيها. فدي ثالث نقطة، هي نقطة إنشاء المحتوى. وطبعا برضو في أمثلة كتيرة جدا لو قعدنا نعدهم، يعني حتى كمان في المجال الطبي في أمثلة كتيرة جدا عندهم قنوات على السوشيال ميديا وكمان متفوقين في الدراسة بتاعتهم. يعني هننتقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها، وهي كتابة المحتوى الطبي. ماشي؟ أو كتابة المقالات الطبية. خلي بالكم في أنواع مختلفة من الأمر ده، وانا هتكلم عنها كمان في نقطة في الاخر. يعني في بعض الشركات الطبية او بعض المؤسسات الطبية بتبقى عايزة حد يكتب لها محتوى طبي. تمام؟ وفي الغالب اللي بيكتب المحتوى الطبي ده بقى طالب. يعني خلينا اقول مثلا 70% او 75% من الاشخاص المشهورين على السوشيال ميديا والشركات المشهورة على السوشيال ميديا اللي بيكتب المحتوى بتاعهم طلاب طب. تمام؟ انا بتكلم طبعا في المجال الطبي، وده منطقي لان طالب طب خلاص هو يعني اكتر حد هيفهم المحتوى اللي هو بيكتبه، فدي حاجه منتشره جدا يعني. فطبعا الناس هتبدا تسالني طب يعني نلاقي الفرص دي فين؟ الفرص دي موجوده، بس ما تنتظرش ان الفرصه تيجي تخبط على الباب بتاعك. لا، روح كلم الشخص الفلاني المشهور دهوت، روح كلم الدكتور المشهور دهوت، او روح كلم الشركه الفلانيه دهي او المؤسسه الفلانيه دهي، اعرض عليهم السكيلز بتاعتك، قول لهم انا بعرف اكتب محتوى طبي وبعرف اعمل 1 2 3، هل انتم محتاجين حد يشتغل معاكم كبارت تايم؟ محتاجين، خلاص تعالى او نعمل لك انترفيو وتكمل معانا. فدي برضو من الحاجات الكويسه اللي مش هتحتاج تلتزم بوقت تقليدي او هتبقى مقيد بوقت فيها. لا، ده انت ممكن تعمل المقالات دي او البوستات اللي انت هتعملها او المحتوى الطبي اللي انت هتعمله في يوم مثلا الاجازه بتاعتك وليكن يوم الجمعه، وتجدوله ان هو ينزل على مدار الاسبوع. فبالتالي برضو مش محتاج ان انت تأثر على دراستك. دي حاجة برضو من الحاجات المهمة. يعني في بعض الدول بيبقى فيه فرصة للطلاب ان هم يشاركوا في البحوث. تمام؟ فبرضو المساهمة في الابحاث الطبية ساعات ده بيكون مصدر دخل كويس. دي قد تتوفر في بعض الجامعات وقد لا تتوفر. تمام؟ بيبقى المساهمة بتاعك ريسيرش اسيستنت. فانت ممكن عشان تحصل على حاجه زي كده تكلم الدكاتره بتاعتك في الجامعه، هل في ريسيرش انا ممكن اشارك فيه؟ هل في ريسيرش مدفوع انا ممكن اشارك فيه؟ انت في النقطه دي او في الجزئيه ديت انت بتضرب عصفورين بحجر واحد. يعني انت يعني بيجي لك عائد مادي من الامر، وفي نفس الوقت بتتعلم اصلا الريسيرش وبتتعلم حاجه جديده هتضيفها للسي في بتاعك. يبقى دي النقطه الخامسه عندنا. يعني النقطه السادسه، نطلع شويه بره المحتوى الطبي. انا اعرف شخصيا ناس كتير عندهم صفحات بيبيعوا منتجات
مالهاش علاقه بالطب، بيبيعوا منتجات، تمام، وهم دكاتره وشاطرين في الجامعه، تمام. يعني انا كل الامثله هتكلم عنها النهارده امثله هي خلاص عامله حاجه كويسه في الجامعه وعامله حاجه كويسه بره الجامعه. فبرضو دي فكره ممتازه جدا. التسويق الالكتروني من الافكار الممتازه في الوقت الحالي، واللي مش محتاجه مجهود ضخم، تمام. محتاج صفحه، محتاج تختار منتج معين تقدر تجيبه، تمام، من الموزع بتاعه، وتعمل له دعايه وتبيعه. شركات الشحن والحاجات، التفاصيل دي كلها انت اما تبدا تبحث فيها هتلاقيها موجوده، تمام. وانا في وقت من الاوقات كان عندي حاجه زي كده. يعني انا كل الحاجات اللي بتكلم عنها دي برضو انا عملتها في وقت من الاوقات اثناء الدراسه يعني. فبرضو فكره التسويق الالكتروني ده وبيع المنتجات دي حاجه كويسه وهتساعدك بشكل كويس، وفي نفس الوقت برضو ما انتش ملتزم بالوقت التقليدي للشغل، تقدر تعملها في السبير تايم بتاعك او في الفري تايم بتاعك. وكمان شويه اما الامر يكبر معاك ممكن تبدا تطلب من حد ان هو يساعدك ويبقى عندك موظفين بمرتب. اعرف ناس في 6 كليه وبداوا مشروعهم من تانية كليه، وبقى عندهم دلوقتي شركه فيها موظفين وهم بيديروا الامر بشكل من بعيد يعني، تمام. فدي برضو من الافكار الكويسه. طيب تعالوا نتكلم عن النقطه السابعه، وهي المذكرات او الملازم الطبيه. انتوا عارفين اما هتدخلوا الكليه، لو انتوا لسه داخلين الكليه او الناس اللي في الكليه بالفعل، عارفين ان احنا بنيجي نذاكر، مش بنذاكر من المراجع الكبيره، بنذاكر من مذكرات. المذكرات ديت هي ملخصات للمحاضرات بتاعتنا اللي اتشرحت في الكليه، او ملخصات للكتاب بما يتناسب مع نظام الكليه، تمام. معظم الكليات الطبيه بتذاكر بالشكل ده، يعني قليل قوي اللي بيذاكر من الكتب الكبيره يعني. طب مين اللي عمل المذكرات دي او مين اللي عمل الملخصات ديت؟ طلبه، يعني طلبه زيهم زيك كانوا موجودين في الكليه، بيحضروا المحاضرات، بيكتبوا، عملوا ملخصات ونزلوها لزمايلهم في الكليه، في المكاتب الطبيه الموجوده، تمام. فزمايلهم استفادوا، تمام، ان هو حصلوا على ملخص المحاضره، وهم استفادوا ان هم يعني جالهم عائد مادي. بحكي لكم قصه سريعه. كان ليا حد من زمايلي في سنه رابعه كليه، كلمته في فكره ان هو يدي كورسات، فرد عليا كده قال لي لا، وانا ادي كورسات ليه؟ انا كلمته في الفكره دي لان هو اصلا كان عامل مذكرات لسنه ثالثه وبيبيعها في المكاتب. يعني ما تدي كورس في الماده دي؟ قال لي انا ادي كورس واقف واتعب نفسي ليه؟ وانا اصلا بيجي لي فلوس وانا موجود في البيت. بقول له ماشي، بس ممكن يكون عائد الكورس افضل من المذكرات. قال لي لا 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 لا، بيجي لي 40,000 في السنه. الكلام ده طبعا من كام سنه، من سنين يعني، و40,000 رقم كبير، تمام. وهو عمل المجهود مره واحده وبيتباع كل يوم، وبيجي له نسبه منه، وبتباع بشكل كويس. هو طبعا اجتهد فيها وحط فيها اللستريشن، ويعني عمل فيها مجهود كبير جدا، فمصدر دخل كويس. فانت تقدر تعمل، شوف ايه الماده اللي وانت كنت بتذاكرها ما كانش متظبط ليها ورق، واعمل لها ورق. او المحاضرات اللي انت بتذاكرها اعمل لها ملخصات ونزلها لزمايلك. عادي جدا انت تؤجر على المجهود اللي انت عملته، وفي نفس الوقت هتؤجر بالثواب ان زمايلك بيذاكروا من حاجه متلخصه وشكلها متظبط. يعني حتى لو انت في سنه اولى تقدر تعمل الكلام ده، زي ما احنا قلنا الثانويه عامه. فدي فكره ممتازه جدا تقدر تعتمد عليها بشكل كويس جدا. اذا ده سابع نقطه عندنا يعني. طيب بما اننا اتكلمنا عن المكاتب، وانا كنت في الكليه، انا كان ليا شراكه في واحد من المكتبات اللي حوالين الجامعه، وليا شراكه في وركينج سبيس وسنتر للكورسات. كان ليا شراكه في كذا حاجه يعني، تمام. فده كان حاجه جانبيه الى جانب الجامعه، ما بتاخدش وقت مننا كبير، او بنديها الوقت على حسب ما نحب، وفي نفس الوقت ما بتاثرش بشكل كبير على الدراسه يعني. فممكن تشتغل في حاجه من الحاجات دي الى جانب الجامعه، تمام. يعني انا بشوف ناس كتير جدا بتفتح مكاتب للمذكرات الطبيه اللي احنا لسه متكلمين عنها، 3 4 5 6 بيتشاركوا مع بعض، فبيوزعوا المجهود ما بينهم، فالامر بينجح بالشكل ده. فانت ممكن تشوف حاجه زي كده برضو تعملها. هتحتاج مجهود فيزيكال شويه، ولكن طبعا العائد منها برضو هيكون كويس فيما لا يتعارض مع الدراسه بتاعتك. طيب يبقى اذا احنا وصلنا كده للنقطه السابعه. طيب برضو من الحاجات اللي انت تقدر يعني تعتمد عليها بشكل كويس وما تأثرش على الوقت بتاعك جوه الجامعة، هي ان انت تعمل مدونة طبية. بمعنى ايه؟ عارفين في مواقع طبية كتير جدا
المواقع دي بس وظيفتها ان هي بتنزل مقالات طبيه. يعني لما بتيجي تعمل سيرش على جوجل مثلا في موضوع معين، هي الموضوع ده مشروح عليها بشكل كتابي، تمام؟ فانت ممكن تاسس لنفسك حاجه بالشكل ده. الحاجات دي بتبقى سهله في التاسيس ومش مكلفه. يعني انت ممكن تعمل موقع زي ده اصلا، انت تدخل على الشات جي بي تي او تدخل على جوجل وتكتب كده ان انت كيف تنشئ موقع الكتروني، واعمل موقع الكتروني نفسك. الموقع الالكتروني دوت نزل عليه محتوى طبي، يعني مثلا الام اي، مثلا الثايرويد جلاند، ونزل عليه شرح الثايرويد جلاند مكتوب، تمام؟ المدونه دي مع الوقت الناس هتبدا تتابعها، وانت مع الوقت هتبقى مشهور، ومع الوقت هتبدا الناس تيجي تعلن عن المحتوى الطبي بتاعها عندك، تمام؟ الناس بتقدم كورسات او بتقدم اجهزه طبيه او بتقدم ادويه او بتقدم حاجه، هتبدا تعلن عن المحتوى بتاعها عندك، لان انت هتبدا تبقى مشهور على السوشيال ميديا، في ناس كتير جدا بتتابعك. بس طبعا الموضوع محتاج استمراريه. هل الموضوع محتاج وقت تلتزم بيه معين في اليوم؟ لا، انت بتعمل المحتوى في الوقت المناسب ليك. طب صياغه المحتوى اصلا ذات نفسه بقى فيه 1000 طريقه تصيغ محتوى بشكل سهل، مع وجود طبعا الذكاء الاصطناعي بقى فيه 1000 طريقه انت تصيغ محتوى في دقيقه، وفي 1000 طريقه انت تراجعه وتتاكد ان هو محتوى سليم. وبرضو مع الذكاء الاصطناعي بقى فيه 1000 طريقه تعمل بيها صور توضيحيه للي انت بتعمله. الحياه بقت سهله جدا. يعني الحياه وقتنا الكلام اللي انا بقوله ده كان معقد، كان عايز شركات تقوم بيه. الوقت ده شخص ممكن يقوم بيه في ساعه، في ويكند، ماشي؟ يبقى اذا ده بالنسبه للمقالات او المدونات الطبيه. طيب تعالوا نتكلم على النقطه التاسعه. هتيجي تقول لي بقى دلوقتي انا دكتور مش قادر اعمل المدونه لنفسي ومش قادر اشتغل عليها. هقول لك اشتغل على المدونه بتاعت حد، او في وظيفه او في مسمى وظيفي موجود بقاله كام سنه دلوقتي، هو السوشيال ميديا مانجمنت. احنا عارفين في الوقت الحالي ان كل حاجه قائمه على السوشيال ميديا، تمام؟ اللي ملوش وجود على السوشيال ميديا ملوش وجود. بنشوف دكاتره كتير جدا مشهورين على السوشيال ميديا، ممكن يكون مش اشطر حد، بس عشان وجودهم على السوشيال ميديا قوي فبقوا مشهورين، بقوا مشهورين حتى كمان في ارض الواقع، تمام؟ والعكس صحيح، بنشوف دكاتره وبنشوف شركات قويه جدا على ارض الواقع بس مالهاش وجود على السوشيال ميديا، فبالتالي عدد الزبائن بتاعتها قليل. طيب تلخيصا للكلام ده، السوشيال ميديا بقى ليها وجود قوي جدا، وان انت تحصل على وظيفه مدير لقنوات السوشيال ميديا بقت سهله، او مسؤول صفحات في السوشيال ميديا بقت سهله. المجالات الطبيه فيها حاجات كتير جدا. عايز اقول مثلا كمثال، هاخد نفسي كمثال، انا 70% من الناس، اكتر من 70% من الناس اللي شغاله معايا في السوشيال ميديا هم طلبه طب، تمام؟ في حاجات كتير جدا في الشغل بتاعي انا، انتوا عارفين احنا بنقدم كورسات لليو اس ام ال، وبنقدم كورسات اخرى، ولينا وجود على السوشيال ميديا. فمعظم الناس اللي شغاله معانا هي طلاب طب، معظم الناس اللي شغاله اللي عمل الايديت بتاع الفيديو ده هو طالب طب، تمام؟ اللي هيرفع الفيديو على قناه اليوتيوب هو طالب طب، اللي هيعمل اعلانات للفيديو ده على الصفحه هو طالب طب. فطلاب الطب يقدروا يشاركوا في حاجات كتيره جدا، بس لازم تروح تخبط على الباب زي ما انا قلت كده. محدش هيجي يقدم لك الحاجه على طبق من ذهب، لازم انت تروح تقول كده انا بعرف اعمل 1 2 3، ممكن تلاقي لي فرصه شغل عندك، او انا عندي قابليه ان انا اتعلم 1 2 3. هل ده هيتناسب مع فرصه الشغل الموجوده عندك؟ انا كنت امبارح بعمل انترفيو لحد هيشتغل جديد معانا، هو قال كلمه واحده بس في الانترفيو: انا بعرف اعمل حرفيا، يعني انا بعرف اعمل 1 2 3 وشغال على 1 2 3 وعندي القابليه ان انا اشتغل على 1 2 3، تمام؟ فيعني كلمه انا عندي القابليه ان انا اشتغل على الحاجات دي دايما بترضي الشخص اللي انت هتشتغل معاه. طيب يبقى اذا ده اداره صفحات السوشيال ميديا. طبعا حط تحت الخط ده حاجات كتير جدا: الفيسبوك، التليجرام، اليوتيوب، تويتر، في حاجات كتير جدا ممكن تشتغل عليها. وظيفه تقدر تاخدها سبير تايم، برضه هتقعد في نهايه الاسبوع تحط كل المحتوى اللي لازم ينزل في الاسبوع. انا الناس عندي بتحط المحتوى اللي هينزل في الشهر وخلاص في يوم واحد يعني، وهتاخد مرتب اخر الشهر وانت بتذاكر في الكليه. طيب اتكلمنا على 9 نقط، انا بتكلم على النقطه العاشره والاخيره. هي كتير جدا من طلبه الطب بتشتغل كمساعدين لدكاتره يعرفوهم في الجامعه او في المستشفيات الجامعيه،
فبيشتغلوا معاهم كمساعدين في العيادات بتاعتهم وفي المستشفيات الخاصه يعني. ودي وظيفه لا باس بها يعني. يعني بتديك حاجتين، الجزء المادي والجزء كمان التعليم الطبي اللي بتبدا تعرف بيه هتعمل ايه في المستقبل، وبتبدا تنضج طبيا بشكل بدري يعني. وطبعا دايما الوظيفه اللي بالشكل ده لازم تختارها بعنايه، اختارها ان ما يكونش فيها مسؤوليه طبيه عليك، انت مساعد وتقبل هذا الامر يعني. انت مش هيطلب منك ان انت تاخد قرارات طبيه، تمام؟ مش هيطلب منك انت تكون مسؤول عن مريض، انت بتبقى موجود في وجود الدكتور اللي انت شغال معاه. هو بيقول لك 1 2 3 تعملهم، 1 2 3 بتعملهم. فالفرصه دي برضو موجوده في الوقت الحالي، وتقدر تعملها الى جانب الدراسه، وفرصه كويسه جدا. في النهايه عايز اقول ان احنا محتاج يكون عندنا كونسبت ان انا مش معنى ان انا في الكليه ان انا بقى خلاص هركز بس في الكليه ومش مش هشتغل او مش هعمل دخل مادي. احنا لما بندخل الكليه فعلا احنا بنبقى بري اوكيبايد بفكره ان خلاص انا دراسه الطب هنقطع عن الحياه تماما يعني. ممكن قبل كده ممكن اقول من 5 6 7 سنين، من 10 سنين، الامر انت تشتغل الى جانب الكليه كان صعب شويه، ولكن كان في ناس كتير بتعمله. بس في الوقت الحالي يعني لو انتوا اخدت بالكم معظم الحاجات اللي انا قلت عليها كلها انت تقدر تعملها في السبير تايم بتاعك، تمام؟ يعني انا بتكلم على فكره كمان عن طالب هيرتب على الدفعه وبيبقى عنده سبير تايم محدود. مش بتكلم بقى على الناس اللي يعني مقضينها على البلاي ستيشن طول الوقت يعني. يعني فكره الشغل الى جانب الكليه هتديك خبره كبيره جدا في الحياه، هتخليك تنضج بشكل بدري، تبدا تفهم في الحياه بدري، تمام؟ هتخلي عندك جانب كبير جدا من الاستقلال المادي، هتعرفك قيمه الوقت، تمام؟ فاما هيكون عندك وقت متاح هتبدا اصلا انت تستغله، ماشي؟ اما هتاخد وقت يعني تاخد فيه بريك او تاخد فيه ريست هتقدر تستغله يعني. فعشان كده اجتهدوا، ذاكروا واشتغلوا ونظموا وقتكم ورتبوا اموركم، وشاركوا الفيديو ده مع زمايلكم عشان يستفادوا. ولو عندكم اي اسئله بخصوص اي حاجه من اللي اتكلمت عنها يعني I'm more than happy to answer it. ابعتوا لي رساله بشكل مباشر او سيبوها في كومنت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. السلام عليكم.